في صحراء واسعة مليانة جبال ورمال اتولد أسطورة بقى رمز للحرية ورمز لمقاومة الظلم. راجل وقف قدام قوة احتلال كاملة وما ركعش غير لربنا. ده هو عمر المختار، أسد الصحراء. عمر بن مختار اتولد سنة 1858 تقريبا في منطقة برقة في ليبيا. أبوه مات وهو لسه طفل صغير، فتربى يتيم، لكن من صغره كان معروف بالجدعنة والذكاء والالتزام. دخل الزاوية السنوسية وحفظ القرآن، وبعدها سافر لمعهد الجغبوب اللي كان زي جامعة دينية كبيرة وقتها. هناك اتعلم دينه، الفقه والتاريخ، وكمان اتعلم ازاي يكون قائد وسط الناس. شيوخ الحركة السنوسية حبوا جدا وقالوا الولد ده ليه مستقبل كبير. مع الوقت بقى قريب جدا من محمد المهدي السنوسي، وده كان قائد الحركة السنوسية. عمر المختار مش بس شيخ متدين، لكن كمان كان فاهم الصحراء بكل تفاصيلها، الطرق، الجبال، المخابئ. سنة 1897 اتعين شيخ لزاوية في منطقة الجبل الأخضر، ومن هناك بدأ يظهر دوره الكبير كقائد ومعلم. وبعدها شارك مع السنوسية في حروب ضد فرنسا جنوب ليبيا، وهناك اتعلم أساليب القتال الصحراوي، يضرب بسرعة، ينسحب بسرعة، ويعرف يكمل للعدو في أماكن محدش يتوقعها. في سنة 1911 إيطاليا أعلنت الحرب على الدولة العثمانية ونزلت بجيش ضخم على ليبيا. الإيطاليين سيطروا على مدن الساحل زي طرابلس وبنغازي بسرعة، لكن لما دخلوا الجبل الأخضر لقوا عمر المختار مستنيهم. من أول يوم قرر إنه مش هيسيب أرضه. جمع القبائل وحول الجبل والصحراء لساحة حرب. بدأ يشن غارات سريعة، يهاجم المعسكرات الإيطالية بالليل، يضرب ويمشي. حرب عصابات بمعنى الكلمة. والنتيجة، الجيش الإيطالي تقيل وعددهم كبير، لكن كانوا تايهين وسط الصحراء، وهو عارف كل شبر فيها. 20 سنة كاملة وهو بيقاوم. الإيطاليين حاولوا بكل الطرق يكسروا شوكته، مرة يحاصروا القرى، مرة يقطعوا الإمدادات، مرة يجيبوا آلاف الجنود، لكن عمر المختار كان يختفي ويظهر زي الشبح، لدرجة إنهم في معركة سنة 1930 لقوا نضارته قبضته في الأرض. فكتب القائد الإيطالي جراتسياني في مذكراته: النهاردة أخدنا نضارة المختار، وبكرة لازم نجيب راسه. والمختار مشهور بجملته الخالدة: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. في يوم 11 سبتمبر 1931 عمر المختار كان في معركة على حصانه، لكن الحصان اتصاب واترمى بيه. الجنود الإيطاليين قبضوا عليه وهو مصاب، خدوه للمحاكمة، لكن كانت محاكمة سورية، يعني الحكم كان متجهز قبل ما يبدأ. حكموا عليه بالإعدام، وأمام الآلاف من أهل ليبيا يوم 16 سبتمبر 1931 اتعلى عمر المختار على حبل المشنقة. لكن بدل ما الإعدام يكسر الناس، بقى وقود للثورة. الناس كلها شافت الراجل اللي وقف شامخ لآخر لحظة، مبتسم وبيقول: جيل بعدي هيكمل الطريق. موت عمر المختار ما كانش نهاية القصة، بالعكس كان البداية. بقى رمز للمقاومة مش بس في ليبيا، لكن في العالم العربي كله. في 1981 المخرج مصطفى العقاد عمل فيلم أسد الصحراء، وجاب الممثل العالمي أنتوني كوين عشان يجسد شخصية عمر المختار. الفيلم انتشر في العالم كله وخلى قصة الراجل ده أيقونة عالمية، ولحد النهاردة صورته موجودة على العملة الليبية وتماثيله في المياجين واسمه محفور في التاريخ. عمر المختار ما كانش قاعد عادي، كان معلم، شيخ، وأب للثوار. كان بسيط في حياته لكنه عظيم في مواقفه. قصته بتقول لنا إن الإرادة أقوى من السلاح، وإن اللي بيحارب عشان الحق عمره ما يتهزم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب في التعليقات إيه أكتر حاجة أثرت فيك من قصة عمر المختار.